حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. طبعا بقى بكمل كده الفيديو بقى اللي فات. قلت بقى ايه بعد ما خلصت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد ما خلصت بقى الاوضه اللي هي بتاعه النوم وكده، دخلت على اوضه الاطفال برضو عملتها. كان عزكم الله كده السيد كان تعبان وكان نايم على السرير وكده، ومره واحده لقيته عزكم الله استفرغ. فطبعا كنت مغيره اصلا الملايات بتاعه السرير دوت معاكم، وانتوا عارفين ان احنا ما بننامش في الاوض يعني اليومين دول، بس هنبدأ كده ننام في الأوضة. الجو بقى يضطر كده وبقى حلو يعني. المهم قال ماما بطني وجعاني وكده، بجد مش تخلوا عيالكم يكتموا الترجيع والحاجات دي في بطنهم، بيكتم النفس. انا شفت كذا حالة على الفيس بتتكلم عن كده، بتكتم النفس وبيخلي الاطفال ان هي ايه متقدرش تاخد نفسها وكده، وممكن لا قدر الله يحصل لهم وفاة وكده. فالحمد لله برضو ايه ان هي جت على قد كده. فقلت بقى لا مش بدها، نغير برضو الملايات بتاعت اوضه الاطفال بقى ونمسحها وهو كان في نفس اليوم اللي هو بتاع اوضه النوم يعني. رحت بقى مغيره الملايات دي كمان بالمره، وقلت ايه اخد الشقه كلها مره واحده كده. كان بقى نشاط بقى ايه اللي هو نشاط الساعه البدريه والكلام دوت. وخلاص. كنت عملت الشقة كلها بصراحة وهم نايمين، ما خدتش معايا وقت خالص، غير ما بيبقوا العيال صاحية وبيرخموا كده يعني. بصراحة هو السيد بيسمع الكلام ان هو يقعد قدام التلفزيون مثلا، ياخد تليفونه ويقعد بيه الكلام ده، اما يزن طبعا لسه مش فاهم. فانا بقى بستنهز الفرصة ان يكون يزن نايم واعمل اي حاجة ورايا. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مننساش بقى الصلاه على النبي. ودخلنا كده بقى ايه على كنت طبعا ابتدوت مطبقه غسيل. فطبعا الغسيل اللي هو بتاع اوضه الاطفال ببقى مطبقاه كده ومدخلاه بس كده ايه في الطبق بتاع الغسيل، ان انا على قد ان انا ارصه كده على طول. دخلت بقى كده شلت الملايات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحت شايله بقى الملايات بتاعه السراير كده، واديت الاوضه كده تنفيضه تمام. وطلعت بقى طقم السرير كده نضيف وقلت بقى ايه اغير الملايات. قلت اقفل بقى الستاره عشان خاطر يعني ايه اعرف ان انا اعدلها قبل ما احط الملايه وارجع اطلع بقى فوق الملايه والملايه تتبهدل وكده. لا، اعدلها من دلوقتي كده كده انا هقفلها وكده. الاوض كلها بروح مقفلاها علشان خاطر اصلا النهار طالع وكده، عشان هما العيال اصلا نايمين في الصاله. بس ايه عشان خاطر اعرف ان انا لو دخلتهم يعني الاوضه وكده يبقى الاوضه مضلمه وكده كده وكده وكده. مش عارفه ابطل كلمه وكده دي. ان شاء الله نبطلها. فرشت بقى السرير دوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده بقى فرشنا السرير دوت كده. نلبس بس الخديات بتاعته وندخل على السرير التاني. انتم مقصرين معايا في اللايكات قوي وفي الكومنتات، واصلا مشاهدات الفيديو نازله خالص. الريتش بتاعها نزل خالص بعد ما كان الفيديو بيجيب 2000 وحاجه، دلوقتي ما عادش بيجيب. اتفرجوا على الفيديوهات تاني زي الاول، وتابعوني تاني زي الاول، واعملوا مشاركه للفيديو عشان كل اصحابكم يدخلوا يشوفوا الفيديوهات بتاعتي.
وابعتوا لبعض كده الفيديوهات بتاعتي، وخلي صحابكم يشوفوها عشان خاطر تجيب اكبر عدد من الفيديوهات، واقدر ان انا احقق الربح، ان انا احقق بقى الارقام اللي هم بيطلبوها مننا، عشان خاطر القناه لحد دلوقتي لسه يعني ايه مش متشافه وكده. فادعولي بقى عشان خاطر اختكم ايه خلاص جابت اخرها. عارفين كده لما تكونوا بتعملوا مجهود من غير مقابل، هو دوت اللي بيفرهد الدنيا بقى، بيخليكي كده ايه خلاص بقى الحماس والشغف بيقل. فطول ما بيبقى في مقابل، في مثلا حد بيشجعك حاجة زي كده، بتبقي انتي اصلا يعني ايه حاسة ان خلاص دوت حاجة عليكي ولازم تعمليها وكده. فربنا يكرمنا يا رب، ويكرم كل اللي عايز يحقق حلم، هو عايز يحقق حاجة يا ربنا يحققها له يا رب. طبعا اصلا كان الجو بقى هنا اليوم دوت كان الجو طراوة بصراحة، فما كنتش زهقانة من العباية وكده والطرحة والكلام ده. بصوا بقى دوت قلة النوم. كنتش طبعا لسه نمت وكده فقلة النوم. كنت بتهيألي حد من العيال بيعيط، رحت ابص عليه ورجعت تاني. تهيؤات تهيؤات. دي اسهل طريقة للمخدات، يعني لو الكيس المخدة مظبوط قوي على المخدة وبيدخل بسهولة، الطريقة دي بصراحة بتسهل عليكي كتير يعني. يا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. كده بقى خلصت كمان السرير التاني، نلمع بقى الازاز ونلمع الفليزر والكلام دوت، ونكنس بقى الاوضه ونمسحها وخلاص. على كده الاوضه اصلا ما خدتش معايا وقت، وهي يعتبر هي وقت يعني الدبل بتاع وقت الفيديو. يعني الفيديو مثلا 12 دقيقه ونص، هو يعني ايه قعدت معايا 24 دقيقه. قولوا نص ساعه الاوضه بالترقب كده. برضو كنت شايله بقى اللي هو المفرش بتاع التسريحه دوت، قلت بقى هغسله وابقى افرشه مع نفسي. لمعنا بقى الفليزر كمان، ونلمع بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نكنس بقى كده الارض ولمعها كده بقى بالشرشوبة بحبة اريال كده بحبة معطر. بصراحة حطيت كمان حبة كلور، عشان خاطر بقى ايه مكان السيد وكده، قلت عشان خاطر نعقم الدنيا وكده وكده وكده. مسحنا كده الدنيا. الحتة اللي كنت بلاقي فيها حاجة مبقعة كنت بدوس عليها كده برجلي علشان خاطر ايه تطلع على طول، ما يبقاش في حاجة مبقعة. وعملت كمان اوضه الركنه مع نفسي والصاله كده. مش حبيت ان انا اطول بقى الفيديوهات، ان انا اكون بقى بعبايه واحده في كل الفيديوهات دي كلها ليه ان شاء الله. فاوضه الركنه اصلا كانت نظيفه فما خدتش معايا اي وقت، والصاله بقى كانوا العيال نايمين فيها وكده، فقلت اعملها مع نفسي. كنت برضو عامله المطبخ قبل ما ابدا اي حاجه خالص، كنت عامله المطبخ وعملت الحمام وخليت الشقه بصراحه اليوم دوت زي الفل قبل ما انام. نمت بقى الساعة كان بعد الظهر، نمت يومها بعد الظهر لان كنت نمت الساعة 12 مثلا وصحيت الساعة 4، يعني نمت لي 4 ساعات. فلقيت نفسي بقى ايه قايمة مصحصحة كده وكل رشاقة كده. كده بقى خلصنا الأوضة ولمعنا الدولاب ولمعنا ورصيت اللعب بتاعت العيال كمان في الأوضة، وبقت الأوضة كده ايه زي الفل فللي فللي. لا ما كنتش لسه لمعت الدولاب، هلمع الدولاب بقى وتبقى الأوضة كده بقت ايه على سنجة 10.
كنت يومها بقى نمت بقولكوا الساعة 12 كده، كان مثلا العيال صحوا على الساعة 9 كده، كنت خلاص خلصت كل حاجة. كنت بقفل في البلكونة ومش عارفه ايه، لقيت العيال بقى صحيت، فقعدنا بقى صاحيين لحد الساعة 12 كده، وبعدين نمنا. صحيت على الساعة حدود الساعة 5 بعد العصر كده. بس طبعا كنت قايمة رايقة بقى ومش ورايا حاجة والدنيا زي الفل، وعطرنا بقى الأوضة اهو، وخلينا الدنيا زي الفل. انا دايما بحب يوم الخميس تكون الشقة كلها رايقة كده، عشان انا يوم الجمعة ما بعملش اي حاجة في البيت، غير ان انا مثلا لو في مثلا غسيل عايز يتلم بلمه، في غسيل عايز يتنشر بنشره، بس لو في غسيل بقى عايز يتطبق بجيبه انا، احنا قاعدين في الصالة كده طبقه واحنا قاعدين، هو على قد الاكل وخلاص على كده. بحب اليوم اللي بيبقى جوزي قاعد فيه في البيت يبقى يوم راحة كده وهدوء، مش هدنا كركب في الدنيا وكده، يبقى اوضه هادية كده. هنا بقى اخدت الطرقة معايا، كنت خلصت بقى ايه الشقة كلها، وقلت اعمل بقى الطرقة قبل بقى ايه ما اعمل الحمام. لا، اعمل الطرقة الاول وبعدين ايه اروح عاملة الحمام، عشان طبعا بدخل املى مية بتاع بتبقى رجلي بقى مبصمة من مثلا لو في فتافيت تراب الكلام دوت، ما ادخلش وبهدل الحمام. يبقى خلصت خالص ولسه هدخل بقى اكب المية اللي هي بتاعه المسيح دي في الحمام وكده، واروح مسحه الحمام وهذا شاور وداخله نايمه. متنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو منكم، وتصلوا على النبي كتير في التعليقات و... وبحبكم قوي 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 قوي، ونفسي بجد تفرحوني بكومنتات كتير و... وايه تاني، كلكم بتتفرجوا كده في صمت، انا مش عايزه الصمت دوت، عايزاكم تتفرجوا عليا كده وتشجعوني بالكومنتات بتاعتكم. وما تنسوش ايه، ما تنسوش الكلمه الحلوه في الكومنتات، واسيبكم في رعايه الله، واقول لكم ايه، باي باي. بس نفرش الطرقه، فرشت كده المشاية دي هناك والحافظة دي حطاها هنا عشان غامقة كده، تشيل ايه البهدلة بتاعت المطبخ والحمام وكده. واسيبكم في رعاية الله، ومع السلامة.